أغرب وأبشع وكمان أجرى إطلالات الفنانات في عيد الحب. بسمة بوسيل لبست فستان مش متوقع خالص، أما نرمين الفقي فكانت الأجمل في اليوم ده. بس خلينا نبدأ معاكم بأغرب وأبشع إطلالة، ودي كانت لسما المصري، واللي بتحاول دايما إنها تثير الجدل بلبسها الغريب وتصريحاتها الأغرب. وطبعا الإطلالة دي خلتها تتعرض لهجوم كبير. تعالوا بقى نتكلم عن الإطلالات الحلوة، ومنها إطلالة نرمين الفقي واللي اتألقت بفستان أحمر بين جمالها وحلاوتها. تالت أجمل إطلالة كانت لعبير صبري، واللي كانت متألقة في جلسة تصوير. أما بقى أمال ماهر فكانت ليدي بجد من كتر شياكتها وجمال فستانها ومكياجها. خامس إطلالة غير متوقعة خالص كانت لنور إيهاب، لأنها قررت تلبس اليوم ده فستان أبيض مش أحمر. سادس إطلالة جريئة كانت لبسمة بوسيل، وكانت لابسة فستان أحمر مكشوف جدا، مش مناسب خالص مع تصريحاتها الأخيرة اللي قالت فيه